راجل بيحارب الفساد اللي في البلد وبيكشف كل المجرمين اللي في النظام، فحبوا يتخلصوا منه ورموه في نص البحر بعد ما ضربوه علقة موت. لكنهم ما يعرفوش ان دي كانت بداية الحرب عليهم، وان اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. اولا الراجل ده فضل عايش وما ماتش زي ما كان نفسهم يعملوا، وثانيا ابنه اتولد في السجن واتربى فيه لحد ما بقى مأمور السجن، وكان من نفس اللي ابوه كان بيعمله واكتر كمان. ثالثا بقى وده الاهم، انك تركز معايا في فيلم النهارده علشان كل لحظة فيه اهم من اللي قبلها واللي بعدها. بس اتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيلم. وفي طيارة بترمي راجل في نص البحر بعد ما ضربوه علقة موت علشان يخلصوا منه، لكن لحسن حظه ان المية سحبته لقرية صينية قريبة من المكان اللي كان فيه. فبتشوفه بنت صغيرة وهو عايم على المية، وطلعته وخدته معاها للقرية علشان يتعالج من الجروح اللي في جسمه. وبعد كام يوم بيتفاجئوا بجنود كتير جدا هجموا على القرية وبيقتلوا اي حد يقابلوه في وشهم. وبنعرف انهم عدوان على اهل القرية، وكل فترة بيعملوا معاهم كده. وبيكون واحد منهم هيقتل الست دي وهي حاضنة ابنها، لكن الولد الصغير مسك السيف بايده وكان بيبصله بطريقة كلها انتقام. وكاهن القرية بيدعي ربنا انه ينقذهم من الناس دي، وكأن ربنا استجاب لدعاه في لحظتها. وبنتفاجئ بالراجل الغريب انه قام وحدف رمح على الجندي قبل ما يقتل الام وابنها. وبيكون واضح انه عنده قوة خارقة وبيقدر يقتل كل الجنود اللي في المكان واحد ورا التاني ومحدش بيكون قادر عليه. وبعد ما خلص عليهم كلهم، اهل القرية بيحيوه بطريقتهم وبيكونوا متأكدين انه المنقذ اللي ربنا بعته لهم علشان ينقذهم. بس بنعرف هنا انه فقد الذاكرة من كتر الضرب اللي اتعرض له وما يعرفش هو مين اصلا. والولد الصغير بيقوم وبيوعده انه لما يكبر هيساعده زي ما هو ساعد اهل القرية وانقذ حياتهم كلهم. وبتنقلنا الاحداث بعد 30 سنة في محطة المترو في الهند، وبنشوف مجموعة من البنات بيركبوا المترو وبيكون واضح انهم مع بعض. وفي نفس الوقت بنشوف راجل رابط وشه وبيكون باين انه مشرد وتعبان. وفجأة بنت منهم بتتحكم في المترو وبتخليه يتحرك بيهم لحد مكان معين وبيقف. وباقي البنات بيطلعوا اسلحتهم وبيعلنوا انهم استولوا على المترو والركاب اللي فيه. فبيقوم شرطي كان في المترو وبيقدر يمسك واحدة منهم، لكن الراجل الغريب ده بيجي ناحيته وبيهدي البنات كلهم وبيقول له يسيب البنت اللي هو ماسكها. لكن الشرطي بيهدده بقتلها، بس اتفاجئ انه هجم عليه في اقل من ثانية وربطه في العمود بالشاش اللي كان على وشه. وعلشان يخلي الناس تخاف منه ويسمعوا كلامه، ضرب واحدة منقبة بالرصاص وقتلها. وبيكلم الشرطة وبيعرفهم انه خطف المترو بالناس اللي فيه وعايز حد يتفاوض معاه وينفذ له طلباته كلها. وبتيجي شرطية اسمها جي علشان تتفاوض معاه، وبتفهم من كلامه انه عارف عنها كل حاجة وكان متأكد ان هي اللي هتتفاوض معاه. فبيديها مهلة 5 دقايق علشان تجيب وزير الزراعة يتكلم معاه، يا اما هيبدأ يقتل في الرهاين. وبعد ما قفل معاها بدأ يهدد في الناس ويرقص قدامهم علشان يوضح لهم انه عبيط ومحدش يفكر يعمل حاجة. وبيجي وزير الزراعة للمفوضة وبتأكد عليه ما يعصبش الخاطف ويسمع كل كلامه علشان محدش يتقتل بسببه. واول ما بدأت المحادثة بينهم، الخاطف بيقول له على رقم معين علشان يفكروا بحاجة، لكن الوزير بيقول له انه مش فاهم قصده ايه بالرقم ده. فقال له ان الرقم ده عدد المزارعين اللي انتحروا السنة اللي فاتت بسببه. وبيعيط وهو بيكلمه وبيكون واضح ان الموضوع مأثر فيه جدا. وبنعرف انهم انتحروا لان الوزير كان مضيع حقهم وتعبهم، وكمان ما كانش بيرضى يقسط لهم الجرارات علشان يعرفوا يشتغلوا بأقل مجهود. فبيطلب منه يدفع 410 مليون روبية وهو ورجال الأعمال بتوعه، يا إما هيقتل كل الناس اللي في المترو. وبيقول له قدامك ساعة وتكون جهزت المبلغ وهكلمك تاني. وبيطلب من بنت راكبة في المترو واسمها عالية إنها تكلم والدها رجل الأعمال المعروف وبيكون اسمه كالي. وفي الوقت ده كان كالي في الكنيسة بيحضر جنازة واحد من المسؤولين، وبنسمعه هو بيتكلم عن الراجل اللي مات ده وبيقول إنه كان فاسد وكان بيضيع حق الشعب، لكن الحقيقة إنه ما كانش فاسد ولا حاجة. وكالي هو اللي قتله علشان ما كانش موافق على فساده، وكمان هدده إنه هيفضحه قدام الناس كلها. وبعد ما خلص الكلمتين بتوعه بياخد التليفون وبيعرف إن بنته مخطوفة في المترو، فبيتصل بوزير الزراعة
بتاعه بيأكد عليه يسمع كلام الخاطف علشان بنته ما يحصلهاش حاجة، وبيقول له انه مستعد يدفع المبلغ كله لوحده مقابل ان بنته تفضل عايشة. فجي بتتصل بيه وبتاخد منه رقم الحساب علشان تحول عليه المبلغ، لكن هو بيأكد عليها ان لو حصل اي غدر او تلاعب منهم هيفجر المترو ومستشفيات ومدارس في نفس اللحظة. فعالية بتتعصب عليه علشان خلاها تكلم والدها وكمان هيدفع له مبلغ كبير زي ده لوحده، لكن المشرد جاب لها واحدة من فريقه واسمها كالكي علشان تحكي لها ابوها عمل فيها ايه هي وعيلتها، وبتحكي انها من اسرة فقيرة جدا وابوها مزارع على قد حاله. وفي يوم جاله ضابط من اتباع كالي علشان يدفعه قسط الجرار اللي اتأخر في سداده، ورغم ان ابوها اتحايل عليه علشان يديله مهلة يتصرف في المبلغ، لكن الضابط استغل ضعف الراجل الغلبان ده وضربه بالجزمة قدام بنته ومراته وكل اهل القرية، ويا ريته سكت على كده ومشى. ده كمان قلعه هدومه قدام الكل علشان يوضح لنا قد ايه هو كان مفتري زي اللي مشغله. والاسوأ من كده انه خد الجرار من الراجل وهو ماشي لحد ما يدفع القسط اللي عليه. لكن الاب بيطمن بنته وبيقول لها انه هيحل المشكلة دي وبيطلب منها تروح الامتحان بتاعها علشان ما تتأخرش. وبمجرد ما البنت مشت من قدامه بدأ ينهار بسبب كرامته اللي ضاعت، وقرر انه يشنق نفسه. وبتيجي كالكي من الامتحان وبتتفاجئ بابوها اللي قتل نفسه وبتبدأ تنهار من العياط ومن الجهد وعدم الاحساس بالانسانية. الضابط بيروح لهم في الجنازة وبيقول لهم لازم تدفعوا القسط، ولما مراته بتقول له ان ده مش وقته بيقطع لها العقد اللي على رقبتها، لكن كالكي بتكون جابت اخرها منه وبتديله ضربة بالفاس على دماغه قدام الكل. فعالية وكل اللي في المترو بيكونوا اتأثروا جدا بحكايتها واتأكدوا ان كالي يستحق الموت مش انه يدفع فلوس وبس. والخاطف بيعرفهم ان الفلوس دي هتروح للمزارعين تاني زي ما خدهم منهم بالقوة، وانه مش هياخد منهم اي حاجة. وبعد شوية بتكون الفلوس اتحولت للحساب بتاعه، فبيقوم البنت المنقبة اللي قتلها علشان يعرف الكل انه ما قتلش حد اصلا. فهنا الكل بيسقف له على اللي عمله وبيكونوا معجبين بتصرفه جدا، وبيبدأ المترو يتحرك للمحطة علشان كل الرهاين تنزل منه. بس جي والقوات اللي معاها بيتفاجئوا لما شافوا كل الناس طالعين ولابسين نفس الشاش على وشهم زي الخاطف بالظبط، وبكده مش هيعرفوا يحددوا مين خاطف ومين مخطوف. ولما بتدخل للمترو بتلاقيه سايب تمثال وفيه مكبر صوت علشان يهيأ لهم انه لسه جوه المترو، وبيعرفها انها خبطت فيه وهو خارج من المترو بس هي ما خدتش بالها منه. ولما بتكلم المساعد بتاعها علشان يرجع الفلوس تاني من الحساب بتاعه بتتفاجئ انه حول كل الفلوس في نفس اللحظة لكل القرى الفقيرة اللي عانت من ظلم قالي طوال السنين اللي فاتت، والناس كلها بتكون فرحانة بسبب الفلوس اللي بتتحول لهم من مفيش. والاعلام كله بيتكلم عن روبن هود الجديد اللي ظهر علشان يخلص الناس من الظلم ويرجع لهم حقوقهم. ولما بيرجع للمخبأ بتاعه بيخلع القرع اللي على دماغه علشان يعرفنا انه شاب في عز شبابه وشكله حلو وابن ناس. والمفاجأة ان كل البنات اللي معاه هم مساجين اصلا في سجن النساء، وبيطلعوا وبيدخلوا من مكان سري علشان محدش يشك فيهم ابدا ولا يتخيل ان ده ممكن يحصل. والمفاجأة الاكبر ان الخاطف هو مأمور السجن واسمه إيزاد، وهو بيقف في المؤتمر وهو فخور باللي قدر يحققه في السجن من انضباط ومساعدات لكل المساجين. وبعدها بيروح علشان يتجوز واحدة مطلقة ومعاها بنتها. فبيقابل البنت الأول لأن أمها في الشغل وبتقوله إنها محتاجة حد يكون حنين عليها وياخد باله منها. ولما بيتكلم معاها شوية بيبدأ يحبها وهي كمان بتستريح له. وتاني يوم بتتصل بيه وبتطلب منه يجيلها المدرسة على أساس إنه أبوها علشان المديرة طالبة توقيع أبوها على ورقة النتيجة بتاعتها. فبيروح لها المدرسة وبيمضي على الورق، وهو طالع بيشوف أم البنت لأول مرة وبيتفاجئ إنها الشرطية جي. فبيتوتر جدا أول ما شافها وهي بتزعق لبنتها بسبب الحركة اللي عملتها دي، بس لما بتلاقي إن البنت مرتاحة ليه فبتقرر إنها تديله فرصة يقرب منها هي كمان. وبتعرفه إنها خلته يقابل البنت الأول قبل ما يقابلها علشان هي عايزة أب للبنت قبل ما يكون جوزها. وبيكون الدور الجاي على وزير الصحة اللي ناهب ميزانية المستشفيات الحكومي ومفيش ولا مستشفى فيها أجهزة طبية. وبنشوفه هو في مؤتمر وبيقول إن المستشفيات كلها متجهزة على أعلى مستوى. وبتظهر بنت من فريق إيزاد وبتضربه طلقة في كتفه، فبتيجي الإسعاف بسرعة وبيكون في فوضى في المكان، وكلهم بيتفاجئوا إن عربية الإسعاف اللي وصلت للمستشفى كانت فاضية لأن إيزاد خده بعربية تانية لمستشفى حكومي علشان يتعالج فيها. فبيعمل بس مباشر للبنت
البلد كلها وهو واقف مع الدكتور وبيطلب منه انه يعالج الوزير، بس الدكتور بيعرفه انه لازم يروح مستشفى تانية علشان يتعالج لان مفيش اجهزة طبية في المكان خالص. وبيتصل بجي وبيعرفها ان من 3 سنين مدير المستشفى اللي هم فيها دلوقتي كذب على العالم كله، فبيطلب منها تخليه يطلع يقول الحقيقة قدام العالم كله، ولو كذب في كلمة واحدة هيقتل الوزير. وكالي بيكون على علم باللي حصل وبيجبر المسؤول ده انه يطلع يحكي اللي حصل من 3 سنين. وبنعرف ان كان في 60 طفل في المستشفى دي عندهم التهابات في الدماغ، وكان صعب جدا انقاذ الاطفال دي لان المستشفى ما كانش فيها اي اجهزة طبية علشان تساعدهم. وساعتها كان في دكتورة اسمها ابرام وهي اللي كانت مسؤولة عن علاج الاطفال، ولما اتصلت بالمدير علشان يتصرف في المشكلة دي ما كانش مهتم بكلامها وقال لها انه مش هيجيب معدات علشان شوية اطفال. وبرغم كده هي حاولت تساعد الاطفال باي طريقة ممكنة، لكن للاسف الامكانيات ما كانتش تساعد في العلاج وكل الاطفال ماتوا. وعلشان حاولت تفضحه قدام العالم كله قال انها بتتعاطى مخدرات ودخلها السجن الظلم، فبيعرف الكل ان هو المسؤول عن وفاة الاطفال دول مش الدكتورة ابرام. فالكل بينهار من اللي سمعوه، وفيكرام بيملل جي اسماء 224 مستشفى علشان يجهزوهم باحدث الاجهزة الطبية في خلال 5 ساعات بس، يا اما هيفجر ممتلكات حكومية تكلفهم مبالغ اكتر بكتير من اللي ممكن يصرفوه دلوقتي. وبالفعل بيبدأوا يجهزوا كل المستشفيات باحدث الاجهزة، والناس كلها بتكون مبسوطة من اللي فيكرام بيعمله وشايفين انه بيرجع الحياة للبلد من جديد. فبيقول لجي على مكان معين علشان ياخدوا الوزير يعالجوه بطريقتهم، بس جي بتروح ومعاها قوات كبيرة جدا علشان يقبضوا عليه وعلى فريقه. فبيظهر لهم وهو لابس القناع بتاعه وبيدخل في معركة مع جي اللي المفروض هتكون مراته كمان كام يوم، لكن فيكرام بيقدر يهرب منها ومعاه فريقه. بس قبل ما ينط للطيارة جي بتقلعه القناع وبيكون فيه شعرة منه، فبعتت القناع علشان يرسموا وشه مع تحليل الدي ان ايه بتاع الشعرة علشان يعرفوا هو مين. وفي يوم ما بيكونوا بيتجوزوا فريق البحث قدر يوصل لشكل فيكرام وبعتوا الصورة لجي، لكن علشان هي بتتجوز فمش هتعرف تبص على اي حاجة دلوقتي. بس بالليل بتتفاجئ بالصورة وبتهدد ايزاد بالمسدس، فهو بيعرفها انه كان ناوي يعترف لها بكل حاجة لانه ما بيعملش حاجة غلط ولا بيسرق الناس، لكن فجأة بيتضرب عليهم نار من رجالة كالي وبيخطفوهم. بس فريق إيزاد بيعرفوا باللي حصل وبيروحوا علشان ينقذوه، ورجالة كالي بيضربوا في إيزاد وما بيكونش عارف يعمل حاجة لأنه مربوط. واخو كالي بيضرب جيب الرصاص قدامه وبيكون على وشك انه يضرب ايزاد هو كمان، لكن فجأة بتظهر مطرقة بتضرب رجالة كالي واحد ورا التاني، وبنتفاجئ انه فيكرام الحقيقي اللي هو ابو ايزاد. فبيقتل كل اللي بيقابله من غير رحمة لحد ما وصل لإيزاد وشاله على كتفه وقتل أخو كالي قبل ما يمشي. وكالي في الوقت ده كان في مؤتمر مع الفاسدين اللي زيه وبيعرفهم ازاي هيقدروا يسيطروا على العالم بفسادهم، لكن بيجيله خبر قتل اخوه فبيروح بنفسه علشان يشوفه وبيقوله انه هينتقم له من اللي عمل كده. وجي بتكون مع الفريق بتاعها وبتعرفهم انها محتاجة تدخل السجن وسط البنات اللي في فريق إيزاد علشان تفهم كل حاجة بنفسها، فخبطت نفسها في المراية علشان تدخل السجن كأنها مسجونة، وبتقول للبنات اللي جوه ان إيزاد ضحك عليها واستغلها هي وبنتها علشان مصلحته. فواحدة منهم بتقول لها لازم تعرفي مين هو إيزاد قبل ما تتكلمي عنه كده، وبتحكي ان فيكرام كان محبوب في القرية اللي كان عايش فيها بعد ما انقذ حياتهم من الموت، وبيكون اتجوز واحدة منهم اسمها اشورايا وكانوا بيحبوا بعض جدا. وفيكرام انضم للجيش الهندي ودخل في حرب معاهم هو وفريقه اللي كانوا اقوياء جدا، بس كل الفريق مات بسبب ان الاسلحة اللي كانت معاهم كانت بايظة. فطلع في مؤتمر واتهم كالي ان هو المسؤول عن موت فريقه لانه هو اللي كان بيورد لهم الاسلحة بتاعت الجيش. فبدأوا يحققوا مع كالي اللي بيتريق على الجنود الهنود وبيقول انهم ما عرفوش يستخدموا السلاح لان شرح استخدام الاسلحة كان بالانجليزي. ففيكرام قرر يمسك سلاح من بتوعه ويشغله بالطريقة اللي مكتوبة بالانجليزي زي ما هو بيقول بالظبط، وبيوجه السلاح ناحية كالي فوقع بالكرسي من الخوف، لكن فيكرام اثبت ان الاسلحة بايظة فعلا وصدر قرار بمنع كالي من تصنيع الاسلحة او تصديرها للجيش تاني. وفي نفس اليوم بالليل فيكرام سمع صوت بره البيت فبيطلع يشوف فيه ايه، لكن اتفاجئ بحد ضربه من ظهره وحقنه بمخدر في رقبته
رقبته، فبيحاول انه يقاوم ويضرب فيهم لحد ما اتفاجئ ان كالي ماسك مراته وبيضربها، فبيروح وبيضربه في دماغه ضربة جامدة، لكن رجالة كالي قدروا يمسكوه تاني وخدوه معاهم، وبيطلبوا من مراته انها تمضي على ورقة بتقول ان فيكرام خاين وان الفلوس دي كانت عنده في البيت، لكن هي بتتعصب من كلامهم طبعا وبتقتل الضابط بالسكينة في رقبته، فبيتقبض عليها بسبب قتلها للضابط، وكالي راح لها السجن وبيتريق عليها وبيعرفها انه قتل جوزها وهي هتتعدم بسبب قتلها للضابط، وبيكونوا ضربوا فيكرام بالرصاص في جسمه وخدوه في الطيارة ورموه في نص البحر، وساعة ما هيعدموا أشورايا أغمى عليها لأنها كانت حامل، فقرروا إنها مش هتتعدم غير لما تولد، وكمان الطفل يكمل 5 سنين، وبتولد الطفل ده اللي بيكون هو إيزاد، وبيتربى في السجن لحد ما كبر وكمل ال5 سنين بتوعه، وبعد كده عدموها، فجي بتتأكد من كلامها إن إيزاد مش بيحب الظلم، وإنه نجح لحد ما بقى مأمور السجن بسبب إنه ما كانش بيسكت عن الظلم أبدا، وإيزاد بيفوق وبيلاقي أبوه قدامه مع الضابط اللي كان في المترو في أول الفيلم، وبنعرف إن ده نفس الولد الصغير اللي فيكرام أنقذه هو وأمه من الموت في القرية، علشان كده قدر يساعد فيكرام إنه يوصل لابنه برغم إن فيكرام فاقد الذاكرة وما يعرفش ابنه أصلا، وجي بتتفاجئ إن المساعد بتاعها خانها وهو اللي بلغ كالي عن إيزاد يوم فرحهم وخلاه يخطفهم، ولما بيكلم كالي فيديو بيأمره بقتلها هي والبنات اللي معاها، لكن فيكرام وإيزاد بيكونوا وصلوا للسجن علشان ينقذوا جي والبنات اللي معاها في الفريق، فبيفتح لهم الزنازين علشان كلهم يخرجوا ويساعدوه ويسيطروا على السجن كله، فبيعملوا خطة علشان يسرقوا الفلوس اللي رايحة لكالي من رجال المافيا بتوعه، وبيقدروا فعلا انهم يوصلوا للعربيات ويخطفوها، وبيكون تعاون جبار بين الاب وابنه والبنات كلهم، لكن للاسف انهم قبضوا على فيكرام وكالي بيضربه بطريقة ما فيهاش ريحة الشرف، بس بيتفاجئوا بإيزاد على التلفزيون وهو بيقول انه سيطر على السجن كله ومعاه رهاين كتير، وانه هيكلمهم كمان شوية علشان يتفاوض معاهم، فكالي هنا بيعرف ان اللي معاه دلوقتي هو فيكرام الحقيقي اللي هو قتله ورماه في البحر، وان اللي في التلفزيون ده هو ابنه اللي اتولد في السجن، وعلشان يتأكد من الكلام ده بدأ يشوف الطلقات اللي كان ضاربها فيه وبيلاقيها معلمة في جسمه فعلا، بس لحسن حظه ان فيكرام فقد الذاكرة ومش عارف ان كالي هو اللي حاول يقتله وكان السبب في موت مراته، وبيوصل عدد كبير جدا من الشرطة للسجن وبيدخلوا علشان يسيطروا على الوضع، بس بيتفاجئوا ان مفيش رهاين وان كل الستات اللي في السجن رافعين عليهم سلاح، وبيطلع واحد من الشرطة من غير هدومه وبيعرف الضابط بتاعه ان في 6000 مسجون جوه ومعاهم اسلحة ومستحيل حد يقرب منهم، وايزاد بيكلم الضابط وبيقول له انه عايز الرئيس يكلمه، وبيعرفهم انه سرق 900 الف صندوق بتوع التصويت الرئاسي علشان ينتخبوا رئيس جديد للهند، وبيطلب منهم يقفلوا عدد كبير من المصانع اللي صحابها رجال اعمال فاسدين، وبيأمر ان اللي يقفل المصانع هم الناس اللي اتطردوا واتأذوا من المصانع علشان كرامتهم ترجع لهم تاني، وبعدها بيوجه رسالته للشعب وبيقول لهم لازم تختاروا الرئيس الجديد وانتم مقتنعين بيه بعد ما يزحلق الرئيس الحالي، بس كالي بيكون اتسحب مع رجالته وسيطروا على السجن كله وحبسوا البنات في الزنازين، وبيبدأ يضرب إيزاد علشان يعرف منه مكان عربيات الفلوس اللي سرقها، لكن إيزاد بيرفض انه يعرفه مكان الفلوس، فبيقرر كالي انه يقتل ابوه قدامه علشان يتكلم، ولما بيضربه بالمسدس بيتفاجئ ان المسدس بايظ زي ما كل اسلحته على طول بتطلع بايظه، ودي كانت النقطة اللي بيها فيكرام بترجع له الذاكرة تاني لما افتكر كل فريقه اللي ماتوا بسبب الاسلحة اللي كانت بايظة، وبمجرد ما افتكر كل حاجة بدأ يتعامل بنفسه مع كالي وضربه ضربة هندية صفرته لاخر السجن، وإيزاد بيقوم يساعده علشان يقتلوا كل رجالة كالي لوحدهم وما بيكونش حد قادر عليهم غير ربنا، وإيزاد بيعلق كالي في المشنقة وبيتريق عليه زي ما عمل مع أمه بالظبط، وبيقرر كل البنات اللي اتأذوا منه إنهم يشدوا الدراع سوا علشان يشنقوه ويموت بالطريقة اللي المفروض إنه يموت بيها فعلا، وفكرام وإيزاد بياخدوا براءة من كل التهم الموجهة ليهم لأن كل المسؤولين اعترفوا بجرائمهم، وكمان الشعب كله كان بيطالب بحريتهم لأنهم ساعدوا الناس والبلد ضد الفساد. ما تنساش بقى تشترك في قناة محمود عادل علشان يوصلك إشعار بكل الأفلام الجديدة، ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو كان عجبك، وأكيد لو وصلت لحد هنا يبقى الفيلم عجبك، فاعمل لايك خليك جدع. أنا محمود عادل من قناتي على يوتيوب، وسلام.